لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تونس وإيطاليا تمضيان قدما في مشروع الرابط الكهربائي بكلفة تفوق مليار يورو. تونس العاصمة تونس 6 مارس 2025 تقدر كلفة مشروع الرابط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بالنسبة إلى الجانب التونسي بنحو 582 مليون يورو، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 1.14 مليار يورو وفق ما أفاد به كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل سوشان. وأوضح سوشان خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية خصصت لمتابعة استعلامات القروض الممنوحة للمشروع أن نحو 863 مليون يورو من الكلفة الإجمالية مخصصة للمكونات المشتركة مع الجانب الإيطالي، في حين تم تخصيص حوالي 110 ملايين يورو لتعزيز الشبكة الكهربائية التونسية. وأشار كاتب الدولة أن المشروع سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية في الاتجاهين بحسب الاحتياجات من خلال تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى أوروبا، إضافة إلى دعم الشبكة الوطنية خلال فترة الذروة. وأكد أن ذلك من شأنه تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في تونس ودعم الأمن الطاقي. وبين أن العادات السنوية المتوقعة للمشروع قد تتراوح بين 71 و 182 مليون يورو وفقا للسيناريوهات المختلفة، على أن يتم تقاسمها بالتساوي بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الإيطالية. وفيما يتعلق بتقديم الأشغال، أوضح شوشان إنه تم إطلاق طلبات العروض الدولية الخاصة بإنجاز محطات التحويل والكابل البحري والخطوط الهوائية، إضافة إلى استكمال مرحلة التأهيل المسبق وفرز العروض الفنية والمالية. كما جرى توقيع عدد من العقود وتعيين وتعبئة التمويلات بالتعاون مع عدد مؤسسات مالية دوليا بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، إضافة إلى أن البنك الألماني للتنمية. ولفت سوشان إلى احتمال تأخر إنجاز المشروع إلى عامي 2030 أو 2031، مرجعا ذلك إلى الضغط الدولي والإقليمي الكبير على التجهيزات الكهربائية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وليس إلى صعوبات تنفيذية. ويتمثل المشروع في ربط مباشر بين منظمتي الكهربائية التونسية والإيطالية عبر كابل بحري عالي الجهد بتقنية التيار المستمر يمتد عبر مضيق صوفيلة بطول يقارب 200 كيلو متر، وسيكون الرابط قدره نقل تصل إلى 600 ميجا وات وبجهد 500 كيلو فولت وعلى عمق بحري يصل إلى نحو 800 متر. كما يشمل المشروع إنشاء محطتي تحويل كهربائي الأولى في منطقة الملاعب بجهد 400 و 500 كيلو فولت، والثانية في بريطانيا بجزيرة صقلية بجهد 225 إلى 500 كيلو فولت. كابل البحري والرابط الأرضي وأنظمة المراقبة والاتصالات. ويتضمن المشروع أيضا تعزيز شبكة النقل الكهربائية في تونس عبر خطوط هوائية مزدوجة بجهد 400 كيلو فولت تربط بين الملاعب وقرنبلية 2 وقنبرلية 2 والقنبرانقية وقنبرلية 2 وكاندارا، إلى جانب إنشاء محطة تحويل جديدة في فرنبولية 2 بجهد 225 إلى 400 كيلو فولت. يربى يحفظ البلدين تونس وإيطاليا في جميع المجالات التي تربط بينهم.